السلام عليكم الخوت. قبل ما نبداو القصة تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وتضغطوا زر لايك اذا عجبكم الفيديو. بسم الله، نبداو على بركة الله. تخيل معايا انت دابا جالس هاد تليفونك كتقلب وكتقلب عاجل، وراه فيديو ديال الضحك، وراه نصيحة طبية، وراه كارثة طبيعية، وفي الاخر كتحط تليفونك وكتحس براسك عيان مخنوق وعقلك عامر بوالو. واش فايت ليك؟ سوقتي طوموبيل في الضبابة لدرجة ما بقيتيش شايف حتى الكابو ديالك. هادشي اللي واقع لعقلك دابا وسط هاد الانفجار ديال المعلومات. اليوم غادي نغوصو في قصة سفيان، الشاب اللي كان كيسحاب الليل اللي كيعرف كلشي، حتى لقى راسو فاقد اهم حاجة كيملكها، الا وهي فقد القدرة على التفكير. شد كاس ديال اتاي، ركز معايا حيت هاد القصة تقدر تكون هي المراية ديال حياتك دابا. سفيان كان شاب طموح كيبغي يتعلم كلشي. نهار كيبدا كيدوز سوايع في اليوتيوب، تيك توك وبودكاستات، كان كيسحب ليه بلي راه كيبني عقل سليم، ولكن الحقيقة كانت مرعبة. سفيان كان كيعاني من التسمم المعلوماتي، عقلو ولا بحال شي بيت عامر بالآثاث القديمة والجديدة، لدرجة مبقاش فين يحط رجليه. واحد النهار سفيان كان في مقابلة عمل مهمة، سولو المشغل سؤال بسيط: شنو هو التحليل ديالك لهاد المشكلة؟ سفيان هنا تبلوكا، عقلو فيه الآلاف المعلومات، ولكن ما قدر يخرج بفكرة وحدة منطقية. حسب الدوخة وبدات ودنيه كتصفر، تما فهم بلي راه معلومات تخلطوا عليه وبلي هاز بزاف ولكن ما مستفد من والو. سفيان قرر يدير تجربة، مشى لواحد القرية صغيرة في نواحي أزيلال فين ريزو مقطوع والطبيعة هي اللي كتكلم. السيمانة الأولى حس بأعراض الانسحاب، يديه كيمشيو لجيبو يقلبو على التليفون بوحدهم، كان كيحس بالملل قاتل. ولكن في السيمانة الثانية وقعت المعجزة، الضبابة بدات كتجمع. سفيان لقى راسو كيقدر يكمل قراءة كتاب لساعة كاملة بلا ما يتشتت. بدا كيربط المعلومات اللي كان جمعها بحال شي بوزل، لقى بلي السر ماشي شحال كتعرف ولكن شنو كدير بداكشي اللي كتعرف. سفيان رجع للمدينة ولكن بشخصية جديدة، حط 3 ديال القواعد هما اللي نقضوا ليه عقله. القاعدة الأولى اللي هي الفلترة القاسية، ماشي أي فيديو شفتو عنوانه زوين نخليه. واش هادشي دائما نطرحو السؤال: واش هادشي محتاجو دابا ولا لا؟ الا مكنتش محتاجو اذا سكيب. القاعدة الثانية هي ساعة الصمت، يوميا ساعة بلا تكنولوجيا، كتجلس مع راسك كتفكر، كتكتب افكار بورقة وستيلو. ثالث قاعدة، قاعدة 24 ساعة، اي معلومة تعلمها خاصو يطبقها في ظرف 24 ساعة، وإلا كيمسحها من ذاكرتو حيت كتولي غير عبارة عن تشويش. قصة سفيان هي قصتنا كاملين، احنا عايشين في العصر اللي الانتباه ديالك هو اغلى عملة. الشركات كتحارب باش تسرق منك غير ثانية ديال التركيز. عقلك ماشي كاريا القرن اللي يجي يلوح فيها الزبل ديالو، عقلك هو المحرك ديالك. اذا عمرتيه بمعلومات بلا فلتر غادي يسخن ويوقف البيك في نص الطريق. دابا قبل ما تخرج من هذا الفيديو بغيتك تسول راسك سؤال واحد وصريح: واش هاد الدقائق اللي دوزتي معايا
غتحولها لفعل تطبق نصيحة وحدة منها، ولا غتكون غير معلومة أخرى غتغرق وسط الضباب. الإخوان، إلا وصلتو حتى لهنايا ما تبخلوش علينا باشتراك، تفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد، وعذرونا على قصر الفيديو، خا فيديو قصير فيه شي 6 دقايق، ولكن نحاول نطول الفيديو ونحسن المحتوى شيئا فشيئا بالدعم ديالكم، اشتراك وضغط على اللايك اذا عجبكم، كل الاراء ديالكم في الكومنتيرات اذا بغيتو نعملو شي قصص بحال هيدا. انا كنحاول نعمل قصص اللي تكون فيها عبرة وما تكونش هكا قصص خيالية، قصص مبنية عن تجارب، عن حاجات وقعت لبزاف ديال الاشخاص. كنحاول نجمع من هنا ومن هنا ونزيد عليهم شوية ديال المعلومات اللي كنعرف باش نطلع لكم واحد القصة اللي تكون مشوقة وتكون مفيدة وتخرج منها بشي حاجة اللي مزيانة تفيدك في حياتك. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي.